السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم عن نقط معينة، مش هنتكلم عن موضوع معين، ولكن الموضوع الثابت بيت العيلة ومشاكله وقرفهم، كل حاجة بتحصل فيه. هنتكلم النهاردة عن النقط اللي بتسبب مشاكل. أولا، أول حاجة، لو في حما موجودة في البيت اللي هي أم الولاد موجودة وعايشة، الاختلاف بيبقى بتحب مين أكتر، بتعامل مين أحسن، مين بيخدم مين ما بيخدمش، ديت بتعمل دي ما بتعملش، دي بتجيب حاجة حلوة دي ما بتجيبش، دي بتنام بدري دي بتنام متأخر، دي ما بتصحاش. ده في الحما. فالموضوع دوت يا شباب، كلام للشباب، ان لو انت هتقدر تظبط النقطة دي مع مراتك اللي هي بعد كده لما تخش بيتكو، ان هي تقدر تحكم هي هتعمل مش هتعمل، هتصحى بدري مش هتصحى، تبقى زيها زي الباقيين ولا احسن من الباقيين، حياتها هتبقى عاملة ازاي، واتفق معاها، اتفق مع خطيبتك قبل ما تتجوزوا هيبقى حياتك كذا، تصحى بدري، قول لها على الحقيقة. شوف والدتك قول لها انت هتعملي ايه، بلاش والدتك، شوف اللي بيحصل في البيت مع مراتات اخواتك، شوف ايه اللي بيحصل وعرفها ان ده اللي هيحصل، وهي ترضى ما ترضاش براحتها، احسن ما المشاكل تبقى بعد الجواز كتير. ديت كده النقطة الاولانية. هل انت بقى مستعد ان انت تزعل مع اخوك عشان النقطة دي؟ وانت عارف يا جماعة، اي حد بيشتري حاجة او بيقدم على شغلانة بيعرف كل حاجة عن الحاجة دي، بيسأل ويدور ويعمل، واحنا عاملين الفيديوهات ديت علشان نعلم الناس ايه اللي بيحصل، ونعلم الناس ايه اللي بيتم. فانت جاهز انك انت تخلي خطيبتك تبقى كده او مراتك بعد كده؟ طيب هي راضية؟ طيب انت متفق مع والدتك على ايه؟ واللي انت متفق مع والدتك عليه عرف بخطيبتك كله بصراحة. ما تقولهاش انت تخدمي امك وبس، لا، هتصحي بدري وهتروح السوق وتجيب الطلبات وتعملي اكل البيت واكل الغيط وكل حاجة، كل حاجة هتعملي. ما تقوليش لا على حاجة، وما ترديش على امي، وما تتكلميش مع امي، ومش عارف ايه، وكل حاجة اللي بتظهر بعد الجواز قول لها عليها، قول لها، ما تكدبش عليها في حاجة، ما تكبر لهاش وتجمل لها المواضيع. انت تخدمي امي بس، لا، ما تعرفش اللي هيحصل بعد كده. يا جماعة احنا مش بنسخن الناس على بعض، احنا بنعرفكم اللي بيحصل. فده الموضوع الاولاني. الموضوع التاني واللي اهم، الاولاد الصغيرة بيتخانقوا مع بعض، هتخسر اخوك عشان خاطر اخوك ابنك، هتخسر اخوك عشان خاطر ابنك. ليه؟ ما ترتب امورك، رتب امورك، تعالى على ابنك شوية وهو يجي على ابنه. مش بكلم واحد بس، بكلم كل الاطراف. انت تعالى على ابنك وهو يجي على ابنه. ما ينفعش، ما ينفعش تيجي على اخوك عشان خاطر ابنك، ما ينفعش تظلم اخوك وتقطع معاه عشان خاطر ابنك. لقيت الموضوع كده ومش قادر تحكم الليلة، اقطع عيالك عنهم وهو يقطع عياله عنك، والدنيا تبقى تمام، انتوا تفضلوا لبعض اخوات بس. الموضوع بتاع العيال دوت يعني فعلا كبير جدا يا جماعة، مش قليل. الحاجة التانية بقى او التالتة، وديت بقى اللي فعلا ثابتة ما بتتغيرش، يعني الناس بقى في التعليقات هم اللي هيقولوا لنا عليها، السلايف. حبي سلفتك، حبيها، حبي سلفتك يعني على قد ما تقدري. طيب مش قادرة تحبيها، تماشي معاها، تماشي معاها، ظبطي معاها، انتمي معاها. سلفتك الوحشة دي انتمي معاها قوي، خليكي معاها حبيبتي وقلبي وروحي. الكلام اللي بتقولوه لبعض بنفاق او من غير نفاق، البنات كلها بتفضل تقول الكلمات دي. طب وليه؟ خليكي كويسة معاها. وانا بتكلم الطرفين مش بكلم طرف واحد. طب هي دلوقتي مش قادرة تتحكمي ان هي تبقى كويسة معاكي، راعيها كده من بعيد لبعيد، يعني خلي بالك منها بس. شوف الحاجات اللي ممكن تشكك فيها ايه وابعدي عنها، شوف الحاجات اللي ممكن تقف عليكي ايه وتتكلم عليكي وابعدي عنها. من لحظة للتانية كده انزلي اقعدي معاها، اطلعي اقعدي معاها. ما تخليش حماتك تفرق بينكم، ما تخليش العيال تفرق بينكم. صاحبيها، روحي معاها وتعالي معاها، حاولي. يعني احنا بنحاول نتكلم على قد ما بنقدر،
وتعليقاتكم هي اللي هتفيد يعني. وفي آخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.